وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه: ثم جاء أي النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام. فصلى 4 ركعات ثم نام. وهذه 4 ركعات بعد العشاء صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سياق الحديث حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري واضح الدلالة على أنها من صلاة الليل، واضح الدلالة على أنها من صلاة الليل. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والمحفوظ عنه أن السنة البعدية للعشاء 2 ركعتين، السنة البعدية العشاء 2 ركعتان، هكذا كان يفعل. وإلى هذا أرشد عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وكما في حديث أم حبيبة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد جاء في الباب آثار موقوفة على عدد من الصحابة، منهم ابن عمرو بن العاص، ومنهم عائشة رضي الله عنها، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خرجها ابن أبي شيبة في المصنف وغيره بأسانيد ثابتة، لكنها موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم وليست مرفوعة. جاء فيها أحاديث مرفوعة لكن لا تثبت، بين أهل العلم ضعفها وعدم ثبوتها، لكن جاء في آثار موقوفة على بعض الصحابة أن من صلى بعد العشاء 4 كن كقدرهن من ليلة القدر، كن كقدرهن من ليلة القدر. وفي بعض ألفاظ هذه الآثار يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، يعدلن بمثلهن من ليلة القدر. وهذا فيه الأربع بعد العشاء، فيه الأربع بعد العشاء. ولا يفهم من قولهم رضي الله عنهم كقدرهن من ليلة القدر أو بمثلهن يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، لا يفهم منه أن من يصلي 4 كأنما صلى ليلة القدر، وإنما المراد أن هذه 4 إذا صلاها بعد العشاء، إذا صلاها بعد العشاء كنا كعدل 4 صلينا في ليلة القدر. هذا المعنى، كنا كعدل 4 ركعات صلينا في ليلة القدر، لا أن الليلة كلها تعادل ليلة القدر، وإنما هذه 4 كقدرهن من ليلة القدر، يعني مثل 4 صلينا في ليلة القدر. وهذا كما شرط جاء في آثار عن عبد الله بن عمرو وعن عائشة وعن عبد الله بن مسعود موقوفة عليهم هذه الآثار وليست مرفوعة. جاء في روايات رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت ذلك، لا يثبت شيء من ذلك. بعض أهل العلم يقول إن مثل هذا ليس من الأمور التي فيها رأي واجتهاد، فيقول أن مثل هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل فالذي ثبت في المرفوع عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 2 ركعتين،
وفي حديث أم حبيبة لما ذكر من صلى 12 ركعة، في رواية الحديث الذي في الترمذي نص على مواضع 12، منها بعد العشاء ركعتين، منها بعد العشاء ركعتين. فالسنة الراتبة البعدية للعشاء ركعتان، السنة الراتبة البعدية للعشاء ركعتان. وإن صلى المرء 4 عملا بهذه الآثار الصحيحة المروية عن الصحابة فهذا زيادة خير، فهذا زيادة خير. ومن بعد الركعتين، من بعد الركعتين البعدية للعشاء كل وقت صلاة ليل، كله وقت صلاة ليل.